لكل حارة ولكل شارع من شوارع المحروسة اسم وحكاية، واحنا النهاردة هنتكلم عن حكاية حارة من قلب القاهرة الفاطمية ومن أبرز المعالم التاريخية في منطقة الجمالية. ففي سنة 1923 تم فتحها على شارع المعز لتربط ما بين شارعين الجمالية وشارع المعز، وما ربطتش ما بين الشارعين وبس، لا ده ربطت ما بين الماضي والحاضر. حارة مشهورة بتاريخها الغني وروحها الفريدة وذات طابع تاريخي متميز، وبتتميز حارتنا بنسيج معماري بيعكس الحضارة الإسلامية وأسلوب الحياة التقليدية الذي كان سائرا في مصر عبر العصور المختلفة. تعتبر حارتنا شاهدا حيا على تاريخ مصر الثقافي والاجتماعي لأكثر من 500 النهارده في حارة الدرب الأصفر. وأول حاجة هقولها لكم عن الدرب الأصفر هو سبب التسمية، وهناك رأيين عن سبب إطلاق اسم الدرب الأصفر على حارتنا. الرأي الأول إن الحارة كانت مشتهرة باطلاق مبانيها باللون الأصفر، والرأي الثاني بيرجع نسبة إلى اللون النحاس الأصفر اللي كانت الورش بتاعته موجودة ومنتشرة في الحارة على الجنبين. من الحاجات المميزة لحارة الدرب الأصفر هو الباب الخشبي اللي كان موجود عند مدخلها أمام مسجد بيبرس الشاهنجير في منطقة الجمالية، وبيعبر قد إيه عن خصوصية الدروب والطرق في شوارع القاهرة في الوقت ده اللي كانت بتغلق أبوابها ليلا منعا لدخول الغرباء واللصوص. وفي عهد الفاطميين كان بيتخذ من الحارة منحرة لذبائح العيد الأضحى، فكان الخليفة الفاطمي ورجال دولته بيحضروا إلى الضرب بعد أداء صلاة العيد في موكب عظيم ليشاهدون نحر الأضاحي، وده اللي ذكره لنا المقريزي. بتعتبر حارة الدرب الأصفر هي متحف مفتوح، فنلاقيها إن هي بتضم مجموعة كبيرة من التراث المعماري الذي ما زال موجود في مكانه رغم مرور العديد والعديد من العقود الزمنية، وهي شاهد حي على تاريخ مصر الاجتماعي والثقافي لأكثر من 500 سنة. فهنلاقي إن الحارة بتضم العشرات من البيوت الأثرية والتاريخية، وأشهرهم بيت السحيمي وبيت مصطفى جعفر الخرزاني. ده غير إن هي كمان بتضم العشرات من السبل والكتاتيب والزوايا، ومن أشهرهم سبيل وكتاب قيطاس ومسجد وكتاب وسبيل سليمان أغا السلاحدار. وكمان هنلاقي إن البيوت الأثرية اللي موجودة في حارة الدرب الأصفر بتتميز بالمشربيات، واللي كل ما يعرفش المشربية، فالمشربية هي نوع من أنواع العمارة اللي كانت بتستخدم في عمل الشبابيك من الخشب المخروطي بدقة متناهية. طبعا أنا مش هقدر أتكلم عن كل العمارة اللي موجودة في حارة الدرب الأصفر، فحارة الدرب الأصفر هي بتجسد في مجملها محصلة أساليب مدارس إسلامية عدة في فنون العمارة، بتبدأ من العصر المملوكي وحتى زماننا هذا، فهي حارة فريدة منها. يا رب أكون في الفيديو ده قدرت أجاوبكم عن سبب تسمية الدرب الأصفر باسمه ده، وأكون قدمت لكم معلومة مفيدة. هستنى كومنتاتكم وآرائكم واقتراحاتكم للفيديوهات الجاية لأماكن ممكن ما نكونش عارفينها. أشوفكم على خير في فيديو جديد.